مدرسين. هذا هو فاروق الظرافي، مدرس يمني، نشر على فيسبوك منشورا قال فيه إن طالبا من طلابه القدامى فاجأه بزيارة إلى مقر إقامته في صنعاء. طبعا المدرس لم يكشف عن هوية الطالب، لكنه أوضح أنه كان تلميذا له قبل 30 عاما. الزيارة لم تكن فقط للتحية، بل كانت أساسا لتقديم هدية لتقدير الجميل لهذا المدرس. ترى ما هي الهدية؟ هي عبارة عن سيارة من نوع لكسس سعرها حوالي 20 مليون ريال يمني، أي نحو 40,000 دولار. قدمها الطالب وفق رواية المعلم لأستاذه بعدما أصبح رجل أعمال ولديه مصانع وشركات في بلدان عدة. أما الموقف الذي لربما أثر في نفس هذا الطالب وبقي عالقا في ذهنه يوضحه